اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد ووصفه جديده، وهعمل معاكم طريقه حلوه جدا للبانيه. معايا بصلايه وهبشرها على المبشره. ماشي، الوصفه ديت احنا عايزين منها الميه، هقولك ازاي تطلعي ميه البصل. ده للناس اللي هي ما بتعرفش يعني البصل ده بينزل ميه ازاي. هنبشرها على المبشرة الناحية الواسعة عادي جدا، وهحطها في مصفى وهسيبها. وهي مش هتنزل مية لوحدها، لازم اعصرها بايديا، يعني كل شوية اضغط عليها في المصفى عشان تنزل ميتها. احط بقى، يعني انا هسيبها كده مع نفسها تنزل ايه المية براحتها. هنزل بقى بمعلقة فلفل اسود صغيرة، معلقة كمون صغيرة، ومعلقة كزبرة، نص معلقة من الكزبرة ونص معلقة من الكمون، لكن الفلفل هنحط معلقة صغيرة، معلقة كاملة. حطيت شوية زعتر، وحطيت مكعب مرقة وحطيت كمان معلقتين من الخل. خلاص كده المية بتاعتي بقت جاهزة، وحطيت كل البهارات. عندك بقى كاري حطي، عندك بابريكا حطي. انا ما كانش عندي بصراحة، بس ايه اللي عندي حطيته، يعني شغال مش هيقول لا. طبعا نقعت البانيه في ليمون ودقيق وسبته شوية، وبعد كده غسلته كويس. ولو كان في حتة كبيرة بقطعها، اسيبه بقى في التتبيلة ديت حوالي اقل حاجة نص ساعة، علشان يشرب من البصل وكل التوابل اللي معايا. هاخد بقى تفل البصل دوت، انا بحوشه في العلبة دي. ممكن اضيفه على حواوشي، لحمة الحواوشي لو انت مثلا حابة تعملي حواوشي هتضيفيها عليها. ممكن الكفتة ما بنحتاجش البصل فيه مية، في اي يعني حاجات ما بنحتاجش فيها البصل فيه مية هنحطه عليها، وممكن تطبخي بيه عادي جدا. خلاص كده بقى، بعد ما سبت البانيه يتبل شوية، اجيب الطاسة بتاعتي واحط فيها معلقتين من الزيت على معلقتين من الزبدة او السمنة اللي متاح عندك اعملي بيه. انا مرضيتش احط زبدة بس لان الزبدة بتتحرق، فحطيت معاها زيت عشان ما تتحرقش مني. هنزل بقى، يعني انا كده خلاص وطيت النار خالص، النار واطية جدا عندي عشان البانيه بتاعي يستوي وما يبقاش واخد لون من بره ومن جوه ني. هقلبه بقى كده على الناحيتين. عايزه اقول لكم يعني طعمه حلو جدا. ولا بيض ولا زيت، لان احنا كلنا طبعا بقينا نعاني، الزيت ما بقاش يقضي عندنا، البيض بقى غالي. تمام، وحطيت كمان في التتبيله معلقه من الثوم. خلاص، لو انتوا بقى وصلتوا لحد هنا، متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك وتكتبوا كومنت حلو كده زيكم عشان تشجعوني انزل فيديوهات كتيره. خلاص هبدأ بقى ايه اقلبه على الناحيتين. تمام. خلاص كده بقى جاهز عندي، وهو ده شكله وطعمه وريحته في منتهى الجمال. يعني انا الطبق ده ممكن اكله كده انا لوحدي، يعني حلو جدا. تمام، بصوا انا عشان ماسكه بايد واحده فمش عارفه اتحكم فيها قوي، عايزه اوريكم ان هو مستوي جدا. استوى معايا وبقى حلو. جربوه يعجبكم ان شاء الله. وعملت جنبه مكرونه، عايزاكم تجربوا المكرونه ديت اللي هي حجمها كبير شويه، توبوكي او يعني انا ولادي بيقولوا عليها كده، بس أنا بصراحه مش عارفه اسمها قوي. جميله، بتشرب من الصلصه، حلوه وطعمها حلو جدا. جربوها يا رب تعجبكم. مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.